قصتنا اليوم ستتحدث عن شاب عراقي افترش الأرض والسماء بيتا له معا. شاب عراقي عاد إلى العراق من روسيا ليتفاجأ بأنه لا يملك أي مستمسك يدل على أنه عراقي. عائلته وأهله قاموا بالتبري منه. ظلم وتعسف واتهامات عائلية أدى بمصير شاب إلى النوم بالطرقات، فهو يفترش شوارع بغداد وطرقاتها كبيت له، والسبب هنا عدم امتلاكه إلى أي مستمسك. فعند استقباله من قبل أهل والده وأقربائه كان هنالك مفاجأة. كان ادعاؤهم بأنه ليس ابن دريد عبد الوهاب، بل إنه ابن قصي نجل الرئيس العراقي السابق، ولقد تم إجبارهم على أن يسجل باسم دريد عبد الوهاب غناوي. والعلاقة العائلية التي كانت تربط عائلته وقصي صدام هي التي جعلتهم يدعون هذا الادعاء. أنا اسمي معن دريد عبد الوهاب شاكر. رجعت سنة 2013 شهر العاشر من 1/10 من روسيا، من موسكو، على خطوط الملكة عالية الجوية الأردنية. جيت على طريق مطار الملكة عالية، نزلت ترانزيت وجيت العراق في بغداد. من جيت بغداد رحت على أهل أبويا ما استقبلوني، رحت على قرايب أهل أبويا ما استقبلوني، صارت عندي مشاكل وياهم. ردت بس رقم صحيفة وسجل من عندهم، لا طلع جنسية، جيت بلا مستمسكات. رجعت، هو سبب رجوعي للعراق انه اريد اسوي جنسية، لأن أنا عايش بلا جنسية لمدة 7 سنوات من 2006 عايش بروسيا. فجيت قلت لهم اريد رقم صحيفة وسجل وطلع جنسية عراقية، وعندي معاملات اريد اكملها بالعراق واريد اسافر. قالوا انت مو بنا وطردوني، قالوا انت مع بعهد النظام السابق انه مسجلين قصب علينا، انت مو بن دريد غناوي. يا ابو اني ابن مني صايحون بالمنطقة، وحكي مالهم كابيل وحكي مال مجانين، انت ابن قصي صدام حسين. اي على اساس هم هيك يقولون. احنا كان عندنا علاقه سابقا، يعني اهل امي كان عندهم علاقه بالنظام السابق. امي توفت بحادثه قتل ب 2003، هي اخر شيء من يعني من نسل اهل ابويا. وجدي كان معاون وزير اقتصاد، صار وزير اقتصاد، توفى ب 68. اهل امي كلهم ميتين، اهل ابويا ما يعترفون بي، يقولون انت مو بنا. فراحوا تدري، راحوا يعني على دوله، وراحوا تدري اكو احزاب، راحوا سووا لي يعني اشتكوا علي، سووا لي مشاكل، ما عرفتهم اني. سوى عليك براءة؟ ما سووا عليه براءة، رايحين يعني رايحين مثل يعني مو قانوني، رايحين واسطات ومواصلات وكذا، قايلين هذا مو بنا، نريد نسجله باسمنا. رحت على وقفوني على اشتباه مستمسكات ما عندي يعني بالشارع، قمت انام بالشارع. طلع لي مدير مركز شرطة المسبح، ومركز شرطة المسبح طلعوا لي صورة قيد. راحوا موجودة الاولياء. يعني عن طريق قهروا عليك او ساعدوك بهذا الموضوع يعني طلعوا لك صورة قيد؟ نعم مركز الشرطة كانوا يعني معي متعاونين بطريقة جيدة، يعني زينين يعني بالكلام وكذا، وحتى ودزوا لي شرطي قهروا علي وحدي وما عندي احد. جاب لي صورة قيد، قال لي يعني ترى انت عندك اوليات، هذا رقم الصحيفة وسجل، صورة القيد موجودة. اي شخص انطيه صورة القيد مالتي يمشي لي بالمعاملة، تدري يعني ما اقدر اتحرك وحدي، صورة القيد مال المعاملة ما بيها صورة. اي وين ما اتحرك تدري سيطرات اكو ببغداد والاوضاع الامنية. سر الأسرار بنظره، والذي يجهله هو أن أي شخص يتبنى قضيته للحصول على الجنسية يفاجأ باختفاء ذلك الشخص المعني أو تركه القضية. اي معقب نعطيه المعاملة يرجع يرفض المعاملة، يقول انا ما امشي بيها. ليش ما اعرف؟ وحدي ما اقدر اروح انا، يعني بصيت عندي اصدقاء يجون هنا علي بالمنطقة، يقول لي مثلا انطيني، ينطي المعقب المعاملة وينطي تكاليف المعاملة، يروح المعقب يرفض المعاملة، يقول انا ما اقدر اشتغلها. يا اللي يجيني ما اعرف، يعني صار تقريبا اكثر من 5-6 اشخاص يردون يسوي لي قضيتي، يجون يردون يساعدوني، ياخذون صورة القيد، يكابرون على الجنسية، راح تطلع ما تطلع يختفون، او يجي يقول لي معقب ما يمشي بالمعاملة. ليش ما اعرف؟ اكو سر تعتبر وراء هذا الموضوع؟ يعني هو طبعا يعني انا اذا اقول يجوز اكو سر، يجوز اهل ابويا ماسحيني من الجنسيه، يجوز مسوي عرقله بالجنسيه، يجوز قبل فتره انا هنا واقف يعني بالليل بالثنتين تقريبا هيك، يمكن طبق صف علي هنا، يمكن معاون وزير دفاع او وزير دفاع،
هم حكيت له قصتي، هم يجوز قال لي هم اساعدك، هم انظر بقضيتك، هم اجوني صف علي وراح حمايه تقريبا 5 6 سيارات. وما يعني ما حد يعني يراد واحد صدق يمشي بقضيتي، يعني لازم واحد يعني من الدوله يراد في التعاطي انه تطلع لي جنسيه العراقيه. يعني انا عندي شهود وتأييد من المنطقه انه انا ولادتي بغداد مستشفى الحيدري، وامي ولادتها بغداد مستشفى الحيدري، وجدي وزير الاقتصاد كان الله يرحمه ولادته بغداد ومستشفى الحيدري. فيعني احنا هنا اصلا احنا من الرصافه، بس انا مسجل ويا اهل ابويا بالكاخ. فيعني جنسيتي انا عراقيه وسافرت بجنسيه عراقيه، بس هي مستمسكاتي كلها ضاعت ب 2003. يعني من امي توفت كان عمري 15 سنه، ما عندي احد، اهل ابويا ما حد شلون، من انا صغير عايش ويا اهل امي. فهي وقفه على الجنسيه يعني، بس صار عندي جنسيه على مداني شباب. يعني جيت عمري 27 سنه، صار عمري 30 سنه، يعني 3 سنين انا بالشارع. العمر ده يمشي ده يروح. شخص يتكلم 3 لغات ويعمل كمترجم في روسيا، فهو يعود إلى أحضان بلده الذي من المفروض أن يتلقاه بحنية أيضا، لكنه تلقاه وأهله بمفاجأة أكبر، هي نومه على الرصيف.